فتبقى البنت زي القمر وزي الفل، وريحة عرقها واضحة جدا. احنا الصيف لما يخش علينا مش هنتكلم في اي حاجة، او اهم حاجة نتكلم فيها هي ريحة العرق. انتي ما بقاش مسموح لك ان تطلع لك ريحة عرق حتى لو حادثة، والموضوع بقى بسيط جدا. كل اللي عليك ان انتي هتغسلي الاندر ارم وهتنشفيه كويس وهتحطي الديودرنت بتاعك. لا مش محتاجة تستخدمي ديودرنت فيه املاح الالومنيوم علشان يقلل لك التعرق ويمنع ريحة العرق، وده اكتر ديودرنت انا بستخدمه في بيتي، واكتر ديودرنت انا بحب انصحكم بيه، وهو الستارفيل. وهقول لكم ليه انا بحبه لاكتر من سبب. اولا لانك هتنسي معاه ريحه العرق، ثانيا بيفتح فعلا وبيرطب، فكانك حاطه سكين كير على الاندر ارم، انت عامله روتين كامل ببرودكت واحد. في الفا اربيوتين وفي كوجيك اسيد وفي فيتامين سي، ودول بيفتحوا المنطقه فعلا. بانثينول وجليسرين وفيتامين اي بيرطبوا الجلد وبيدوا ملمس تحفه، مش هتلاقي الملمس المكرمش الجاف بتاع الديودرنت اللي احنا عارفينه. واللافندر اويل وبرده الجليسرين دول فعلا افكتيف جدا في موضوع ريحه العرق. وعايزه اقول لك ان هم عندهم نوع لو انت بتعملي ليزر هو بيساعد ان هو يقلل ظهور الشعر فعلا، وهتلاقي نوع غطاء ابيض ده بقى من غير ريحه للناس اللي بشرتها حساسه ومش بتحب الروايح. غير طبعا ان هم مشهورين بالروايح المتعدده الكتيره بتاعتهم، اللي انت تختاري اللي انت عايزاه منه. يعني ده مثلا ريحته كلاسيك جدا، البينك ده بحب ريحته قوي، والازرق ده ريحته فريش، وده بالريد بيري. فنوعي كده اكوردنج للمود بتاعك. طبعا موجود في كل حته، ولو عايزه تشتريه من الويب سايت بتاعهم اي باركفيل تقدري تشتري اللي انت عايزاه وتستخدمي كود الخصم بتاعي ام خالد. لو عندك اي اسئله سيبها لي تحت.